الاقتناع هو أخطر عدو الحقيقة من الكذوبة ولدي، والناس في هذا الوقت من كثرة ما متشبتين ببعض المعتقدات البالية ديالهم يقدروا يكذبوا الحقيقة إلا وراتهم العكس ديال داكشي اللي مقتنعين به. وهنا بالضبط ولدي كتجي قوة العقل البشري. إلا سمحتي لراسك باش تشوف ديك الحاجة من جميع الجوانب قبل ما تحكم عليها بالكذوب، فعرف بلي عندك واحد العقل اللي ما عندش كل شيء. ولكن إلا تقالت لك شي حاجة أو لا شي فكرة وكذبتيها غير حيتاش ما كتوافقش المعتقدات ديالك، فعرف باللي عندك واحد العقل اللي عند بزاف من كل شيء. انا ما فهمتش جدي كيفاش ممكن الواحد يقتنع بشي حاجه كتخالف العقل والمنطق. الفكرة غالبا كتسبق النضج العقلي ديال بنادم ولدي. أغلبية الأفكار والمعتقدات المغلوطة كتكبر ما هو باقي صغير وكيقتنع بها وعقله كينضج عليها وما كيقدرش يغيرها. وهذا الشيء كامل ولدي بسبب المحيط الاجتماعي والعائلي اللي تيقنعك بلي دوك المعتقدات هما اللي كاينين وكيخوفوك من انك تفكر خارج هذا الاطار. خاصك تعرف ولدي باللي العقل البشري اي حاجه قنعتيه بها كيف ما كانت غادي تشيقها، وإلا قدستي هذيك الحاجه في عقلك غتولي ديما تشوفها هي الصحيحه واخا تكون كتخالف الحقيقه. جدي ضروري خاصك تعطيني شي مثال كيف العاده على هذه النقطه الاخرى. غادي نعطيك ولدي واحد القصه من هذا الكتاب عندها علاقه بهذا الموضوع، ولكن بغيتك تعطيني ودنك مزيان وتسمعني. القصة كتقول: يحكى أن رجلا زار أحد فلاسفة الرومان وقت الغذاء، فدعوه الفيلسوف إلى مأدبته، وعندما بدأ الرجل بشرب الحساء بدا له وكأنه رأى في الطبق أفعى صغيرة، لكنه استمر في الشرب مخافة أن يحرج الفيلسوف. وحين عاد الرجل إلى بيته ظل قلقا مما تناوله، وبالفعل أصابه ألم شديد في بطنه أطار النوم من عينيه. وحين طلع الصباح قصد بيت الفيلسوف لعله يجد دواء لما يعانيه، وكم كانت دهشته عظيمة عندما أخبره الفيلسوف بأنه لم يكن في الطبق أي أفعى. ولتأكيد قوله سكب له طبق حساء آخر ووضعه أمامه لتظهر الأفعى الصغيرة مجددا بداخله، ويتضح بعد ذلك أنها مجرد انعكاس لصورة أفعى مرسومة على السقف. هنا قال له الفيلسوف: الأفعى توجد في عقلك فقط، فالوهم له قوة نفسية عجيبة قد تتحول إلى واقع محسوس في نفس الإنسان المتوهم. على الأقل ولدي هذا فاش شاف الحقيقة قدامه اقتنع بها. كاين واحد النوع آخر اللي كتوريه الحقيقة حتى كتعيا، ولكن لا حياة لمن تنادي.